تخيلي كده بتبدأي يومك كل يوم كأنك راكبة حصان سباق. من أول ما بتفتحي عينيكي جعفر اللي جواكي بيصحى معاكي، لابس العباية رابط الأشرب ومتأهب لكل المهام اللي مستنياه، من تحضير الفطار لترتيب البيت للشغل لماراثون الغداء ودايرة ما بتنتهيش. النهاردة هنتكلم عن جعفر اللي جوانا، الشخصية القوية اللي بنتقمصها علشان نقدر نواجه اللي بنشوفه كل يوم. لكن في وسط كل ده ازاي نرجع لأنوثتنا ونحافظ على روحنا الجميلة؟ أنا سامية صبري وده برنامج على السبرتين. جعفر مش حد معاكي، جعفر هو انتي لما بتتحولي لوحدة إدارة الأزمات المنزلية. جعفر اللي بيطلع لما البيت يكركب والدنيا بتتقلب والطلبات بتنزل عليكي من كل اتجاه، وبتديري الدنيا كلها كأنك جنرال في معركة حربية. وطبعا جعفر مش بيجي لوحده، بيجي معاه طابور طويل من الطلبات. ماما أنا جعان. حبيبتي فين الشراب الأبيض؟ إحنا معزومين عند ماما بكرة. الأرض محتاجة مسح لدرجة إنك بتنسي آخر مرة قعدتي فيها 10 دقايق من غير ما حد ينادي عليكي كانت إمتى. بس المشكلة إن جعفر بيسيطر عليكي لدرجة بتنسي فيها نفسك، بتنسي إنك لسه الست الرقيقة اللي محتاجة تهتم بنفسها وإن ليها وقتها الخاص، واللي محتاجة ترجع لنفسها وسط كل الفوضى دي. تعالي معايا أقولك إزاي تحافظي على الأنثى اللي جواكي وترجعي لنفسك. افصلي ما بين الشخصيتين، حددي وقت لجعفر ووقت ليكي، وقت تحلي فيه المشاكل ووقت تعيشي فيه كأنثى تستمتع بالحياة. اهتمي بنفسك حتى وسط الفوضى، مش لازم يكون الجمال يبقى في مناسبة. حسسي نفسك بوجودك بعيدة عن دور القائدة العظيمة. خصصي لحظات راحة، تشربي قهوتك بهدوء، تسمعي أغنية بتحبيها، أو حتى خدي نفس عميق. اللحظات دي بترجعك لنفسك. ابدأي اعملي حاجة نفسك فيها، نشاط بتحبيه، رسم، كتابة، أو حتى تتفرجي على مسلسل بتحبيه. المهم تلاقي لنفسك وقت تعملي حاجة بتحبيها بعد ضغوط اليوم. ومش لازم تشيلي الحمل كله لوحدك، علمي اللي حواليكي إن المشاركة مش رفاهية، وإن البيت مسؤولية جماعية. جربي الخطوات دي وهتحسي إن جعفر بيهدى معاكي كده شوية وبيسيبلك مساحة تقدري ترجعي فيها لنفسك. بصراحة مفيش مفر من جعفر، جعفر جزء من حياتنا. احنا بس محتاجين نعرف امتى نلبس شخصية جعفر وامتى نرجع لأنوثتنا. لازم نرجع لنفسنا حتى وسط المشاكل والضغوط، يعني لازم نحافظ على الأنوثة اللي جوانا ونسمح لنفسنا نحس بجمالنا بعيد عن دور الإدارة والتنظيم. افتكري دايما إنك مش بس مديرة عمليات منزلية، انت كمان ست جميلة ليكي شغف، اهتمامات وحياة. جعفر بقى لازم دوره ينتهي عند حد معين وما ياخدش منك طاقتك الأنثوية. يعني الدنيا مش لازم تبقى مثالية، المهم ان احنا نلاقي نفسنا وقت وسط دوشة اليوم. خلونا ناخد نفس ونهدى ونفكر في اللحظات الحلوة اللي بنعيشها كستات بعيدا عن سباق الحياة. قوليلي بقى، انت ازاي بتحافظي على انوثتك في وسط الضغوط اللي بتقابليها؟ ويا ريت لو عندكم موضوع معين حابين نتكلم فيه شاركونا بيه. استنوني في الحلقة الجاية وخلي دايما فنجانك جاهز علشان هنقعد قاعدة مش هتنسيها على السبرتية. ودمتم رايقين. اللي هيفتكر ان انا قد طريه اكمني ست نوع. انا مرة قوية ومفترية.